السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم أم أحمد المصري لفرش فقر العرايس بسواق وأسيوط. سمي بسم الله ونقول بسم الله ما شاء الله، ربنا يعني يبارك للعروسين يا رب ويجمع بينهما في خير. معاكم في فيديو جديد من فيديوهاتي في فرش العرايس. حبيت هنا أصور لكم الشقة قبل ده. احنا كده بندخل من باب شقة العروسة، بكون أنا مفهمة النظام بتاعي للعروسة اللي هو حاجة أوضة النوم في أوضة النوم، حاجة الأطفال في الأطفال، النيش جنب النيش، المطبخ جنب المطبخ. طبعا مش بنطلب منها انها تفتح حاجة، بتسيب لنا الحاجة بتاعت اوضة النوم زي ما هي مقفولة، الشنط الهدوم علب الفوط علب الملايات مقفولة، حاجة النيش برضو زي ما هي مقفولة، واحنا بندخل نتعامل مع الحاجة. بس طبعا احنا مش بننظف ولا بنلمع ولا اي حاجة من الحاجات دي. هنا بقى بعد ما خلصنا انا هنا ده اول حاجة النيش. احنا ما كناش فنشنا تفنيش كامل عشان كان لسه في حاجات تاني او كان باين لسه في وقت على الفرح، فما فرشوش انا صورت لكم بعد ما خلصت شغل. ده هنا النيش. هنا العروسة كانت جايبة طقم صيني كامل، فأنا وزعت لها الطقم على رفين. اللهم بارك، كانت حاجتها قيمة وشيك. ده هنا طقم الصيني. بنجمع الأطباق في رف، وفي الرف اللي فوق بنحط بقى فيه فناجين القهوة وفناجين الشاي والدورة، بنحطهم فوق. ده الرف كده من تحت. ده الرف بنجمع فيه كل الفناجين، وبرضو أطباق تقديم. بصراحة كان الحاجة منظمة خالص. بالمناسبة أحب أشكر مامة العروسة وأختها، وفرشت كمان لأختها برضو. فالناس الصراحة المحترمين جدا، ناس قمة في الذوق والاحترام. فاهمين إن هما جايبين منا يتعاملوا مع إحنا بنتعامل وبننظم إزاي. فاللي فاهم ده بيريحنا أكيد وبيريح نفسه. ده طقم الفطار، كان شكله برضو مميز. حطينا جنبه طقم كاسات ألوان. دي كانت رصة طقم الفطار. لو انتوا وصلتوا معايا لغاية هنا ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم كل جديد في فيديوهاتي. ده طبعا لو شغل عجب. هنا الرف ده حطينا فيه أطقم كاسات. ده طقم كاسات بدورة، وغيرنا في الرصة شوية، عملنا يعني غيرنا في الرص بأطقم الكاسات التانية. ده ده شكل النيش في الرف الأخير، حطينا فيه أطقم الكاسات. تحت هنا ده طقم الفطار، وبعدين طقم الصيني أخد رفين. يا رب يكون شغلي واضح. بصراحة لما تدخلي كده مكان وتحسي ان انت الناس فاهمة انت جاية تعملي ايه، فبيخليكي تشتغلي انت ومرتاح. مفيش حاجة توترني يعني. بلاقي كل حاجة منظمة. النظام طبعا ده بيريحك وبيريحني، وبيخليني انجز واخلص بسرعة. لكن لو في حاجة بتعطل فاكيد احنا بنتعطل. ده طقم خشاف كريستال. دي طقم كاسات الوان، جنبه برضو طقم كاسات. دي برضو كانت حاجات تبع طقم الصيني، لانه اللهم بارك كان عدد بتاعه كبير جدا. ده كان شكل النيش. ربنا يهنيها ويسعدها يا رب. ده كده بعد النيش ما خلص. سفرة حطينا عليها الطقم ده، طقم فازات. هستنى رأيكم. ندخل بقى على أوضة النوم. اللهم بارك. عايزة أقول لكم إني برضو هنا ما اتفرشش سجاد علشان كان لسه في وقت على الفرح. وعايزة أقول لكم برضو إن مفرش الفرح ده كان تاني واحد أفرشه بنفس الشكل، من المفارش المميزة جدا، حتى ما حطيتش عليه أي حاجة لأن هو لوحده مرسوم.
فرسمته اللهم بارك حاجة قيمة جدا. أنا كنت برضو بنزل على الفيسبوك نصايح ومعلومات مهمة للعرايس، وبقول لهم إن لازم انتوا بتختاري مفرش الفرح أو بديل الضربية أو المفرش التركي، لازم تختاري خامة تكون كويسة وتجيبيه من حد مضمون يعني. لأن بصراحة بشوف حاجات مش عايزة أقول لكم، المفرش لا بيبقى طول ولا عرض ولا خامة ولا أي حاجة، بيبقى غالي جدا. فناخد بالنا من الحتة دي، عشان تجيبي المفرش بتاع الفرح لازم تجيبيه من مكان مضمون. المفرش الفرح ده من عند الدمشقي، أنا برضو عشان هو نفس المفرش فرشته قبل كده، فأنا عارفة إن هو مكانه من عند الدمشقي. الدمشقي ده آه معروف طبعا في سوهاج، وليه كذا فرع، وليه أفرع في مراكز كتير، وفي أسيوط كمان. هنا دي أطقم الملايات، دي أطقم الملايات السادة، رصيناها جمعناها في رف. برضو دي رصة، والناحية التانية رصة تاني. دي كوفرتة، وجنبها ده لحاف. دول رفين الأولانيين في الدولاب، كوفرتة في النص بين الأطقم الملايات بشكل حلو زيناها برضه. دي برضه أطقم ملايات. عايزة أقول لكم إن الخامة والحاجة اللي خامتها حلوة بتساعد جدا في الفرش يعني، بتترسم لوحدها زي ما بيقولوا. هنا دي جمعت لها دي أطقم الملايات المنقوشة، وجنبها أطقم فوط. وده بقى الهدوم الصيفي والشتوي. طبعا بنقسم البيجامات في رف والعبايات في رف. يعني بنقسم الحاجة على رفوف، أبقى معرفة برضو العروسة الحاجة ايه هنا وايه. ده برضو شكل المفرش تاني، عشان كل اللي بيسألني بيقول نجيب منين، زي ما قلت لكم هاتوا من مكان يكون مضمون. مش في المفرش بس، في أي حاجة تجيبيها في شقتك هاتيها من مكان يكون مضمون. دي أوضة الأطفال، اللهم بارك. كانت هادية، ويعني هي مش أطفال، هي مدية على شبابي شوية. وده الأفضل على فكرة، فكرة دولاب الأطفال والسرير مرسوم عليها حاجات كده ودباديب. فلا دلوقتي طالع موضة اللي هو بيبقى حاجات شبابي أكتر ما هي أطفال. حتى تلاحظوا هنا في الستاير كل حاجة هنا كانت بصراحة يعني حاجة هادية كده، مريحة للعين بصراحة. شوف هنا في الدولاب فوق، هنا ده لحاف أطفال، وفي النص هنا دي كوفرتة. تحت هنا دي ملايات أطفال وزي اللي جنبها بالفوط. برضو هنا دي ملايات أطفال وجنبها فوط، وتحت فوط. حطينا في الشماعة الهدوم الخروج. نشوف الناحية التانية. فوق هنا حطينا بطانيات أطفال ودفايات، يعني اللي على الجناب دول بطانيات. وفوق هنا واللي في النص دول دفايات أطفال. دفايات الأطفال دي كل اتنين حاطينهم جوا بعض. وتحت دي برضو دفايات. تحت ده هدوم الخروج بتاعت العروس. ده شكل النهاية لأوضة النوم، لأوضة الأطفال. وصلنا مع بعض كده للمطبخ. ده المطبخ اللهم بارك، بسم الله ما شاء الله. دي غسالة فوق أوتوماتيك. الرخامة هنا حاطين عليها الأطقم اللي هي بتتحط على الرخامة. بوتاجاز.
دي أطقم التوابل والعجان. ده شكل المطبخ. حلو المطابخ اللي بيتحط جواها مكان الأجهزة، يكون في جواها مكان للأجهزة، لو المطبخ كبير طبعًا فالمساحة بتساعد إن أنتِ تحطي الأجهزة جوه المطبخ زي الميكروويف أو الفرن. ده نظام نيش في المطبخ، بس اللهم بارك كبير شوية، بس بسم الله ما شاء الله هي كانت جايبة برضه أعداد كتير، فحاولت على قد ما أقدر إن أجمّع لها كل حاجة هنا. دي أطقم كاسات على طقم كاسات تلِّس بالصينية، أطقم كوبايات ألوان، استكانة قهوة. كل رف بننوّع من كذا حاجة علشان يبقى في المتناول يعني. هنا دي فناجين قهوة، وحطينا معاه أطقم برضه كاسات، هنا برضه أطقم كاسات، دورق بكوبايات العصير. حاولت على قد ما أقدر إن أنا أجمّع لها كل حاجة هنا في النيش. دي برضه أطقم كاسات، برضه استكانات قهوة بالأطباق وكاسات. هنا ده طقم أركوبال، بس هو الطقم يعني من أوائل الأطقم اللي طلعت، بيبقى أعداده أكتر من أعداد الأطقم دلوقتي، فهو اللهم بارك كان أعداده كتير. ده طقم أركوباريكس، حطيت معاه طقم خُشاف وأطباق الجاتوه، جمّعتهم برضه في رف برضه عشان زي ما قُلت لكم إن الحاجة كتير بسم الله ما شاء الله، فباحاول إن أنا كلّه أجمّعه لها في النيش هنا. ده طقم الأركوبال. شوف باقي المطبخ، هنا جمّعنا كل الطاسات والصواني. الرف اللي فوق ده طاسات معاها صواني، براد ستانلس وصواني وطاسات ألمونيا برضه على الجنب. تحت هنا حطينا لها ده طقم حلل تيفال، جمعته لها كله هنا. الرف اللي فوق هنا حطينا لها الأجهزة الكهربائية، الخلاط والكبة. فوق هنا جمعنا لها حاجات ألمونيات ما كانش ليها مكان تحت، فرفعناها فوق هنا. رف ده شال معانا، حطينا كل الحاجات البلاستيك، حافظات الطعام كله جمعناه في رف واحد. ده طقم سمك، ده طقم خشاف، وفوق برضه ده طقم خشاف. ده كان رف كبير جمعنا لها كل الصواني البايركس والطواجن البورسلين. دي صواني بايركس وطواجن اللي هي بورسلين. دي مايكروويف. الناحية التانية هنا حطينا دي كوبايات وكاسات برضو. هنا برضو دي كوبايات مية وشاي وذرة، وفوق برضو كاسات. ده كان شكل المطبخ. يا رب يكون شغل عجبكم، ولو وصلتوا معايا لغاية هنا ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكوا كل جديد في فيديوهاتي في فرش والعرايس. هنا الرف اللي فوق التلاجة حطينا فيه أطقم الحلل ألمونيا وحلة الضغط. وأشوفكوا على خير في فيديو جديد من فيديوهاتي. مع السلامة.